استعنا على الشعب بالله. اعزائي المشاهدين متابعين دكتور ايمن العظماء، دايما بتبعتوا لي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزيني اعلق عليها. انتوا ليه مصممين ان انا اعلق على الحاجات دي؟ انا عصبي باظ. حرام عليكم، شايفين صوتي بقى عامل ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص انا هديت، انا تمام كأن اللي انا قلته ما حصلش. يلا نخش في الموضوع على طول. تعالى يلا نشوف الهجايز. لا انا عم بشوف تفاصيل هلا بحياتي ما شفتها. هي ايه اللي حاطه على وشها ده؟ لا مؤاخذه، ده رشه دوكو ولا ايه؟ بتقول لك تفاصيل عمري في حياتي ما شفتها. ما تيجوا نشوف. اوه ماي جاد. ده بتقول لك ايه؟ سبراي تحديد الشعر، يعني ده لما بيرشوه علشان يبينوا الشعر اللي مش باين. ترند طالع اليومين دول. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد، بجد ليه كده؟ يعني هي رشت بقى السبراي على وشها عشان يبين لها الشعر اللي مش باين، اللي محدش شايفه اصلا، لا هي ولا الناس شايفينه. يعني اشترينا منتج عشان يبين لنا مشكله اصلا ما كانتش باينه، ونحلها بقى بان احنا نقعد نعمل شيفنج كل يومين ثلاثه، فيعمل لنا مشاكل تانية نقعد نعالجها بمنتجات تانية. انتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل؟ طب تعالوا نشرح لكم عشان انا بحبكم. الشعر اللي مش باين ده يا جماعه، لا انا ههدى هشرح لكم بصوت ابله فضيله. الشعر اللي مش باين ده يا بنانيت يا حلوين اسمه فيلاس هير او الشعر الوبري، وده شعر خفيف ورقيق ورفيع وغالبا بيكون ابيض او شفاف غير ملحوظ، وموجود في كل مكان في جسمك بلا استثناء الا كف الايد وبطن الرجل، عشان هي دي الاماكن اللي ما فيهاش بصيلات شعر. والشعر ده مهم جدا لوظيفه الجلد. اهم وظيفه له ان هو بيحافظ على درجة حرارة الجسم، بيعمل ريجوليشن او تنظيم لدرجة حرارة الجسم. الوظيفة الثانية ان هو بيمسك في الدهون اللي الجلد بيفرزها علشان تفضل موجودة على سطح الجلد وقت اطول والجلد يفضل مترطب. وبما ان هو مش ملحوظ عايزين نشيله ليه؟ ما هو لما نعمل بقى شيفنج كل شوية ده بيشيل الطبقة السطحية من الجلد اللي هي اسمها ستراتم كورنيوم، اللي هي مسؤولة اصلا ان هي تحمي الجلد من العوامل الخارجية، فبتخلي الجلد حساس زيادة عن اللزوم. اي حاجة تيجي عليه يلتهب، بيبقى جاف زياده عن اللزوم، بيبقى حساس لاشعه الشمس زياده عن اللزوم. ده غير ان في احتمال ان انت تعوري نفسك او تخربشي نفسك والتعويره دي تسيب اثر. ده غير ان انت بتزودي احتمال العدوى اللي ممكن تحصل في الجلد سواء فيروسيه او بكتيريه او فطريه. وكل ده عشان جبنا منتج يبين لنا مشكله اساسا هي مش مشكله وما كانتش باينه ومحدش واخد باله منها. عصبتوني. اظن الرساله وصلت. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. يا رب. صبري قلت لك 100 مره ما تجيبش سيره شهيره. طب شهيره صبري شهيره صبري. خلاص يا معلم خلاص. هو انا بس عايز افهم ايه علاقه الفويس باللي بيحصل على الشاشه. انا حصل لي ايرور بجد، مخي هنج. في ايه؟ عارف الايرور اللي كان بيحصل في ويندوز 98 ده؟ ايه ده؟ ايه صابر؟ ايه شهير؟ ايه ده؟ في ايه؟ وبعدين حد بيفتح كيس فوار فواكه وبيحطه على وش بني ادم ووشه عليه حاجات بيضه اصلا من الاول مدهون دوكو وبيرش عليه في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هي البشريه جرالها ايه؟ هو ده البرين روت كونتنت؟ هو ده اللي هو عفن الدماغ؟ انتوا بتتفرجوا على الحاجات دي ليه يا جماعه؟ ايه ده؟ هل حد مقتنع ان اولا فوار الفواكه له علاقه باي حاجه في البشره؟ انتوا عارفين ايه يا جماعه فوار الفواكه ده؟ ده مضاد للحموضه، يعني حاجه بناخدها بنشربها عشان بيبقى فيه حموضه عاليه في المعده، انتي اسيد، فيقلل حموضه المعده عشان الارتجاع والحرقان. لما تبقى واكل كبده مثلا من عند الفلاح طعمين كمان خليهم 4 نشرح هوا ويجي لك حرقان في فم المعده، بتشرب فوار فواكه. ايه علاقته بالبشره بقى؟ ليه بقى طالع ترند اليومين دول يقعدوا يحطوا الفوار على الوش ويبخوا ميه؟ قال يعني كده بيعملوا اي حاجه؟ اصلا ما بيعملوش اي حاجه خالص، غير ان انت بتحط كيميكالز على البشره ما تعرفش الريبريكاشنز او توابعها هتبقى عامله ازاي، وقبلها بقى عمال تدعك في الجلد وتصنفر في الجلد وتقوم حاطط عليه مواد كيماويه. ليه؟ ملوش لازمه الكلام ده. تنظيف البشره الحقيقي اللي بيتعمل في العيادات هو حاجه اسمها كوميدو اكستراكشن، ان المريض بيكون عنده حاجه اسمها بلاك كوميدونز اللي هي الرؤوس السوداء او وايت كوميدونز اللي هي الرؤوس البيضاء، وبيروح للدكتور الطبيب البشري متخصص امراض جلديه يعمل له جلسه اسمها كوميدو اكستراكشن، يستخرج هذه الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء علشان يحسن شكل الجلد. ممكن بقى بعدها نعمل شويه ماسكات، شويه حاجات، سيرامات تحسن من البشره وهكذا. ايه العبط اللي بنشوفه ده؟ هو الجلد واكل كبده؟ مش واكل كبده، الجلد ما بياكلش الجلد يا جماعه حاجه. والله انا مخي لسه مهنج من الساوند بتاع صبري وشهيره ده. في ايه؟ حرام عليكم بقى، انتوا بتبعتوا لي الكلام ده ليه؟ انتوا ما عندكوش اخوات دكاتره؟ اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز.
اصلا بقى مكتوب تقنيه المكنسه الكهربائيه لشد البشره، وانت تكنسي خذي لك 5 دقائق. هي بقت تقنيه، هي تحولت لتقنيه خلاص، يعني هنحطها بعد كده في الكتب. لا تحت العين ما اتكنسش كويس، انا شايفه مطرب شويه، فمعلش خدي تحت العين كده بالبوز الرفيع ده، عارفه بتاع المكنسه، في حاجه بتتركب في المكنسه كده رفيعه عشان نكنس بيها الكورنرز بتاعه الاوضه، بقى اعملي بيها بقى تحت العين بقى عشان الهالات السوداء والانتفاخات وكده. طالما انتم مقتنعين، يعني انتم مقتنعين فانا بعلي عليكم يا جماعه. الكلام ده هبل. هو شد الجلد مش شد بالمعنى الحرفي ان احنا عايزين نشد الجلد ان احنا نشفطه بالمكنسه. شد الجلد ده او نضارته بيبقى باي برودكت او نتيجه لان الجلد تركيبه صحي، في الياف كولاجين كافيه وفي الياف الاستين كافيه وطبقات الجلد سليمه، مفيش اي التهابات، مفيش اي تجاعيد، مفيش اي مشاكل في البشره او حبوب او بقع او كده. كل ده في الاخر بيتجمع كده ان هو يدي لك شكل جلد صحي ومرن، بحيث ان انا لما اشد الجلد كده يرجع تاني مكانه. ده حتى في اختبار اللي هو السكين تيرجر تيست ده بنعمله عشان نقيم جفاف البشره. لو ناس عندها دي هايدريشن او جفاف شديد بالذات كمان في الاطفال، تلاقي الدكتور بيقرص بطن العيل كده ويشوف الجلد هيرجع في قد ايه. لو رجع بسرعه يبقى الجلد مترطب وكويس، لو رجع ببطء يبقى معنى كده ان في جفاف. شد الجلد مش معناه ان انا اشده حرفيا بالمكنسه، ان احنا نهتم بالجلد بشكل عام، ننفذ روتين العنايه الاساسي اللي اي جلد محتاج، اللي هو واقي الشمس بالنهار صبح وظهر وعصر، ولو خارجين نحطه كل ساعتين، ولو رايحين البحر نحطه كل ساعه. ومفيش حاجه اسمها مفيش شمس في الشتاء، الشمس موجوده صيف وشتاء. ومرطب مرتين او 3 في اليوم باستمرار، لان زي ما كنا بنتكلم من شويه ترطيب الجلد جزء اساسي من نضارته. وثالث حاجه غسول مناسب للبشره. والحاجات دي كلها انا بتكلم عليها في فيديو الدليل الكامل للعنايه بالبشره اهو، بكل مره بسيبه لك. اتفرجت عليه؟ شكلك ما اتفرجتش، روح اتفرج بقى. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. هنا طبعا العميله وصلت وكانت ايديها في حاله مزريه جدا زي ما العميله، انت عايز تقنعنا ان دي ايد انثى يعني؟ خلينا ورا الكداب لحد باب الدور. انتوا شايفين اختارت الخاتم ده. بمجرد انها لبست الخاتم ما شاء الله واضح طبعا التغير المفاجئ في ايديها. هو ده واضح ان هو اعلان محل ذهب، فبيقول لك بقى العميله كانت واصله ايديها مزريه جدا، شبه ايد الدكتور دايما كده، كلها شعر وتخينه وما فيهاش اي رقه ولا جمال. اطفالنا الاحباء مسوا بكل خير. بعدين سبحان الله اول ما لبست الذهب تحولت لمانيكان. هو اصلا حرفيا مانيكان عنده في المحل، مش ايد بني ادم حقيقيه. فبيقول لك بقى ده تاثير الذهب على الايد، على نضاره الايد. يعني اكيد واضح ان الفيديو على سبيل الدعابه والدعايه بالطريقه الفايرال دي بتبقى جذابه جدا، بتعرف الناس بالمنتج او بالمحل او بالتاجر بشكل كويس، طالما ان الموضوع واضح ان هو في صوره دعابه، يعني مش بيتكلم بجد. اظن اي حد بيتفرج على الفيديو فاهم ان دي ايد راجل والثانيه دي مانيكان، واللي عايز يشتري ذهب يشتري بقى، يعني كل واحد له فلوس. بس الناس بقى اللي بتجيب الدهب وتحطه على بشرتها وتقول لك ده في رقائق الذهب اللي مش عارف ايه، ده ملوش اي لازمه وملوش اي تاثير على البشره اطلاقا. الافيد لك ان انت تجيبي ذهب وتحوشي في فلوسك، لان انا سامع ان الذهب اليومين دول في الطالع. اللي بعده كل الرسائل اللي ظاهره على الشاشه قدامك دلوقتي من حالات كشفت عليها اونلاين، سواء من خارج اسكندريه او من خارج مصر اصلا، والناس دي قدرت اساعدهم عن طريق نظام الكشف والمتابعه اونلاين اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج. والنظام ده يشمل متابعه على الواتساب 24 ساعة مع العبد لله شخصيا. فلو حابب تكشف معايا ممكن تبعت لي رسالة على الواتساب اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي، وهشرح لك التفاصيل وربنا يقدرني واساعدك. تعالى يلا نشوف الهجايز. معاناة دكاترة الليزر. شعر ايدك وصل لاخر الاوضه. ايوه ما انا نسيت اعمل شيبي بره. يعني يا دكتوره بالهداوه، يعني ما تطرديهاش على طول كده، فهميها الاول. انا عارف ان انتوا بتهزروا طبعا، بس انا هفهم الناس بقى عشان هي دي شغلتها. هي عشان شعرها طويل فهي متضايقه منها، لان المفروض قبل جلسه الليزر الشعر ما يكونش طويل قوي، يعني يكون عاملين شيفنج للشعر قبل الجلسه بيومين ل3 ايام عشان يبقى يا دوب طوله مثلا ايه نص مللي كده ولا حاجه، فشعاع الليزر يضرب الشعرايه وما يعملش اي مشاكل او حرق في الجلد. الكلام ده عاده لو بنعمل بليزر الكسندرايت ليزر، ولو انت مش فاهم يعني ايه اتفرج على سلسله ازاله الشعر بالليزر فيها كل التفاصيل بقى. مش بنحتاج نعمل الكلام ده في كل جلسه. الشيفنج عاده بيبقى قبل اول جلسه، بعدها ظهور الشعر بيتاخر لحد ميعاد الجلسه اللي بعدها او قبلها بكام يوم. لو في شعر طلع وطول قبل ميعاد الجلسه الجديده يستحسن بقى ان احنا نقصه فوق مستوى الجلد على طول، او نعمل الشعر اللي طالع الطويل ده بس هو شيفنج، ما نعملش شيفنج للمنطقه كلها. ده انت حاطه ايه على ايدك؟ لوشن بالفراوله. حل شمي. فراوله. اطلعي بره.
تاني الدكتوره بس خلقها ضيق شويه، اكيد مش هتعمل كده لو حاله حقيقيه، طبعا هي بتهزر، بس يا ريت قبل جلسه الليزر يا بنانيت يا حلوين ما نحطش اي حاجه على الجلد علشان ما تاثرش على امتصاص الجلد لاشعه الليزر بالزياده او بالنقصان. لو اثرت بالزياده فهيحصل امتصاص زياده فيحصل حروق، ولو اثرت بالنقصان هتبقى تاثير الجلسه غير فعال بالنسبه لك، وهترجعي تقولي عايزه فلوسي وبوظتي لي الجلسه وانت دكتوره ما هيش شاطره والدكتوره اللي قبلك عملت جلسه احسن من كده. المشكله ان انت هنا حاطه حاجه على الجلد اثرت على نتيجه الجلسه، فلو دهنا حاجه لازم تقولي للدكتوره قبل ما تبدا الجلسه، ويستحسن ما ندهنش حاجه خالص. انت جلدك مقشر ليه؟ عامله جلسه تقشير. تحفه تحفه، اطلعي بره. ما هو لا، تقشير على ليزر دونت ميكس بقى، استنى بقى لما التقشير يخلص والجلد يهدى ويرجع لطبيعته، بعدين نبقى نعمل لك الليزر علشان ما يحصلش كومبليكيشنز او تعقيدات زياده من جلسه الليزر. ايه ده؟ بشرتك ناعمه كده ليه؟ عامله واكس قبل ما اجي. في ايه؟ بره. لا ده او الدكتور، وبعدين الجوانتي اللي اتقلع ده اهدار موارد برضه، يعني لبست الجوانتي وقلعته تاني، حرام عليكم بقى، راعوا دكاتره الليزر شويه يا جماعه. طبعا في دكتور عنايه قاعد بيتفرج عليا دلوقتي وعمال يلطم ويقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده، هي دي اكبر مشاكلكم؟ معلش يا دكتور دي مشاكل عالم ثالث، سامحنا. بس دكتور العنايه يا جماعه بالنسبه له ان العيان واقف على رجله وبيتنفس، خلاص انت عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من كده؟ عاوز ايه اكتر من كده؟ ما انت عايش اهو، اطلب مني طلبات تاني؟ انت عايز تبقى حياتك كويسه؟ مش كفايه ان انت عايش؟ انما احنا كدكاتره الجلديه يعني متدلعين شويه ومشاكلنا صعبه شويه. طبعا لو عاملين واكس يبقى جلسه الليزر ملهاش لازمه، لان مفيش شعر نضربه، شعاع الليزر بيضرب صبغه الميلانين اللي موجوده في الشعر نفسه، فلو الشعر لسه شايلينه قبل جلسه الليزر فهو مش موجود، فمفيش حاجه يمتصها شعاع الليزر، فمش هنضرب الشعر فمش هيتاثر. والواكسنج ده برده بيعمل اكسفوليشن او بيشيل الطبقات السطحيه من الجلد، فهيخلي الجلد حساس اكتر للضوء، فكل اللي هينولنا من جلسه الليزر ان احنا هنتحرق والشعر مش هيتاثر، يا واكس يا ليزر مش الاثنين. والله فيديو لذيذ ودمه خفيف وبيوصل رسائل مهمه للناس اللي بتعمل ازاله شعر بالليزر، وشرحنا كل حاجه فيهم بقى ايه عشان الناس تستفيد اكتر. نخش في اللي بعده. تعالى يلا نشوف الهجايز. نتيجة الاستخدام الخاطئ لبخاخ المينوكسيديل ومكملات غذائية بدون استشارة. طيب طبعا ايه، انا ما عنديش تفاصيل هذه الحاله تحديدا، ولا اقدر اقول ايه اللي وصل نمو الشعر عندها في الوش لهذه الكثافه، ولكن تعالوا نوضح الكابشن بقى اللي كان مكتوب هل هو صحيح ولا غلط. اكيد لو انتم بتتفرجوا عليا عارفين ان انا بقول يا ريت يا جماعه ما نستخدمش اي دواء او اي مكمل بدون استشاره الطبيب اولا، لان كل حاله مختلفه وكل حاله بتتعالج على حسب تشخيصها واسباب تساقط الشعر اللي فيها. والمينوكسيديل في حد ذاته دواء جميل وكويس جدا وبيحفز انبات الشعر بقوه على اي مكان يجي عليه، فبالتالي لو انت جبتيه على مكان غلط هيطلع فيه شعر. وعشان كده انا اتكلمت عنه في فيديو كامل وعن الاخطاء اللي بتحصل في استخدامه اللي ممكن تؤدي للمشكله اللي انتوا شايفينها دي، ان هو يجي على الوش او يجي على الخدود فيطلع شعر زياده. هسيب لكم الفيديو هنا اهو تتفرجوا عليه. بس باختصار ما نحطش المينوكسيديل باي حال من الاحوال قبل النوم مباشره، لان هننام ونمسحه في المخده ونجيبه على وشنا. ولو حضرتك محجبه ما تحطيش المينوكسيديل وتلبسي الطرحه على طول، لان الطرحه هتشرب المينوكسيديل وتجيبه على الخدود برده فتزود نمو الشعر في الخدود. وثالث حاجه ودي مهمه برده قوي، ان احنا لما نرش المينوكسيديل نرشه من قريب من فروه الراس، ولو البخاخه نقطت على الجبهه نمسح المكان ده كويس بالميه والصابون، وبعد ما نستخدمه نغسل ايدينا بالميه والصابون عشان ما يبقاش فيه بواقي للدواء في ايدينا فنجيبه على وشنا. الشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده غالبا مستحيل يحصل بجرعه المينوكسيديل العاديه ولا باي مكملات غذائيه، فالشكل اللي احنا شايفينه ده غالبا فيه اضطراب هرموني شديد او في مشكله تانية ادت لزياده نمو الشعر بالشكل ده. ولكن اللي حط الفيديو كتب عليه هذا الكابشن علشان يخوفكم من استخدام الدواء الحقيقي، وده في مصلحه الشركات اللي بتبيع الهواء. عشان ابيع لك الهواء لازم اكرهك في الدواء. انا مش بقول لك روح استخدم المينوكسيديل ولا اي مكملات غذائيه، انا بقول لك استشير دكتور وخد العلاج اللي الدكتور هيقول لك عليه واستخدمه بالطريقه الصحيحه، وبطل تتفرج بقى على الحاجات اللي زي كده على السوشيال ميديا عشان انا اعصابي تعبت منها. وقبل بقى ما تقول لي اصل المينوكسيديل ده يا دكتور بيوقع الشعر، اصل انا لازم استخدمه طول عمري، اصل مش عارف ايه، انتوا بتقولوا كده عشان انتوا متفقين مع الشركات، انا مش هرد بقى على الكلام ده كله، لان انا عامل فيديو اسمه خرافات عن المينوكسيديل بتكلم فيه في كل الاسئله اللي جت في دماغك او اللي جت في دماغك دلوقتي، بقول لكم هنا اهو تتفرجوا عليه. اللي بعده
تعالى يلا نشوف الهجايز. عملت تنظيف بشره قبل كده؟ الفيديو بيقول لك بي او في فيديوهات تنظيف البشره في مصر. هو ده ان الفيديو هيتريق على المبالغه اللي احنا بنشوفها في موضوع تنظيف البشره ده عند الحلاقين بالذات. طب خد يا صاحبي نشا، اهم حاجه شويه نشا. خد يا صاحبي وراح ملطش له يعني. للاسف ان هم في الفيديوهات اللي هي مش بتقدم نفسها كان هي ترولينج او ان هي بتتريق بيعملوا اكتر من كده. يعني المبالغه في الفيديوهات الحقيقيه اكتر من الفيديو اللي بيتريق عليها. عشان البشره ترفع معانا. ايوه نشا عشان البشره ترفع كده زي الرز بلبن. بنحط النشا على الرز بلبن عشان يتقل ويبقى قوي، فاحنا هنحطه على البشره فهتتقل وتبقى قويه. نفس المبدا العلمي يعني. وانتم صعبين الطب ليه؟ كانت كلبله في شكلكم دكاتره مقرفين. تمام. شيل الدهون مفتته. ايه استحمل ايه رايك؟ ده بينقش الكحك. عارف لما بننقش الكحك في العيد بنقعد بقى نعمل فيه كده، بس للاسف الجلد مش زي الكحك ما بيستحملش يعني. اهم حاجه يا جماعه الفواره. ليه؟ فواره يا صاحبي. البشره لو عندها لا ده بيحط كتافست. لا كده اختلف. معلش الناس كلها بتحط فواكه يا باشا. لو سمحت انت كده خرجت عن السياق العام لبروتوكولات تنظيف البشره المعروفه. مش عشان هنتريق نضلل الناس. كتافست معروف للبرد، فواكه لتنظيف البشره. كل الناس عارفه الكلام ده. ده مسجل يعني. لو فتحت مراجع علميه في الامراض الجلديه هتلاقي فواكه لتنظيف البشره، كتافست للبرد معروف. كلبله. الراجل بيهزر مش بيتكلم بجد، وانا بهزر على هزاره. فيعني ايه، في 3 ليفلز من الهزار فوق بعض. انت لو تهت مني اقفل الفيديو عشان انت كده ايه، او اشترك على القناه بس الاول وبعدين اقفل الفيديو. برد تستحمل معانا. بخ 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 بخ. حاسس بيه؟ بتفور بتحرقك كده. شغاله البشره بتشتغل. بيضه يا جماعه، بيضه عشان الدنيا تيجي. البيضه لازم البيضه طبعا. لازم البيضه عشان تمسك العجين في بعضه وما ينفش مننا في الفرن. عارف ما تهبطش الكيكه لما تخش الفرن. البيضه مهمه في الموضوع ده. انا بقول اي كلام. نجيب البيضه هتنفش معانا عشان البشره تنفش. ايه رايك احلى؟ اهو شفت عشان البشره تنفش. كلام دقيق علميا. انت بتعمل كيكه. حاسس ان انت وشك احلى. ايه صح. ليه بقى؟ ليه رقبته؟ ليه بيقعدوا يعذبوهم في رقبتهم ليه؟ عشان هو خاطر ايه؟ عارف ان الرقبه يا عيني مستخبيه، فانا لو شحورتها مش هتبان، بس يبان ان انا بعمل اي عنف اسري في الجلد وخلاص. فيتبهدل معايا الناس. ايه تقعد تتفرج وتبقى عايزه تشوف ايه اللي هيحصل في الاخر، فيجيب مشاهدات كتير. ده اسمه ترند بالصدمه. انا بعمل لك حاجات مبالغ فيها عشان تتفرج عليها، وللاسف ان انتوا اللي بتتفرجوا على الكلام ده فهم بيعملوه تاني وتالت ورابع. احلى كده. احلى الملوك. اديله بالقلم. والله شفتها في فيديو مره كان بيدعي يعني ان هو بيعمل كده بجد. عشان تنفش معانا وتبقى احلى. انت بتعمل ايه رايك احلى؟ خلاص هي كيكه كده. حطينا بيكنج باودر وبيض ونشا. هي كيكه كده مش بنعمل تنظيف بشره. احلى كده. احلى. ثواني في بريك. لو كوفي ميكس مش هينفع. لازم كوفي بريك يا جماعه عشان البشره تفوق. عشان تفوق معانا كده لازم كوفي بريك فيه كافيين اعلى. وبعدين مش مقاطعه اظن كوفي بريك. لو جبت نسكافيه مثلا 2 في 1 لا ده مقاطعه. ليك في المصري. المنتج المصري هينضف احسن. ايه هي مصر؟ مصر الجوامع، مصر الكنائس، مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصه. اشرب. انا بحب كوفي ميكس. تسهرنا. اهدى سيبنا نتكلم. كوفي بريك يا جماعه كده البشره تبقى معانا هتسهرنا اكتر طبعا. تعبتني معاك. ثواني بس كده. هو اللي تعبك معاه؟ حرام عليك يا راجل. ان هو الفيديو تمثيل وهزار وهم كاتبين، بس انا برضو الراجل صعب عليا يا عيني. اللي قاعد حط على وشه كوفي بريك وبيكنج باودر وبيض ونشا. ايه ده؟ شاي العروسه. ثواني. بسم الله ما شاء الله. شاي العروسه برضه. انا عجبني ان المنتجات اللي بنستخدمها كلها خارج المقاطعه، فدي حاجه كويسه جدا جدا. بنحيي صاحب الفيديو على هذه الرساله. اكيد هو قصدها. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على يا عم انت بتطلع جن يا عم. قوه الا بالله. بص بتطلع. بس ايه تظبط نفسك. ايوه اخنقه يا جماعه. ميه نار بقى خلاص. حطه في برميل هيدروكلوريك اسيد اللي هو حمض ايه؟ هو في حمض اسمه كده؟ HCl. مش محتاجه حاجه يعني. الهيدروكلوريك اسيد ده حطه في برميل كده هيدوب ويتحلل زي مسلسل بريكنج باد، وكده تبقى جريمه كامله محدش هيلاقي الجثه. وهو ده بقى تنظيف البشره الحقيقي. خلاص بس الموضوع ده هياخد وقت عبال ما تحط الجثه في الحمض، وهتاخد لها مثلا 2 3 ساعات عبال ما تدوب.
ففي هذه الاثناء ممكن تتفرج على فيديوهات من سلسله تعالى يلا نشوف الهجايز عشان هتعجبك جدا وهتسليك، هتلاقي الوقت عدى بسرعه جدا. وتشترك على القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه اول باول، وارجوك ما تعملش كده عشان انا بهزر، ولو استدعوني في المحكمه عشان اشهد على حاجه الفيديو ده هزار ماليش دعوه. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير. عندنا فيديوهات كتير عايزه تتصور، انا مش عايز هزار في الخلفيه. الفيديو ده مش هيبقى فيه كواليس، التصوير كله بص ورا بعضه. دي اول حاجه. انا مش هتهته بكلمه، انا بقول اهو مارك ماي ووردز. يلا هنبدا على طول. 1 2 اعوذ بالله. 3. قول انت 1 2 3 بصوت رايق شويه عشان مش هقعدكوا تاني ورا الكاميرا انتوا الاثنين ابدا، ولا قدام الكاميرا ولا في اي حته. جايب ابن اختي معايا، قولها في الكاميرا، قولها عشان صوتك بعيد كده. تعالى يلا نشوف يا ستر يا رب. استغفر الله العظيم. اهو ده الدكتور ده صح الصح والراجل ده ده الفيديو اللي انا قلت مش هيبقى له كواليس. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.